السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة اللي نتناولوا فيها موضوع كيثير كثير من الجدل والتساؤلات حول مستقبل التسلح الجوي في المنطقة ديالنا، كنقصد منطقة المغرب العربي. وما إذا كان المغرب فعلا يتجه نحو خطوة جديدة ربما تغير جزء من موازين القوى في سلاح الجو ديالو. اليوم غنتكلم عن تقارير إعلامية دولية تشير ربما إلى احتمال دراسة المغرب لاقتناء سربين من المقاتلة الروسية السوخي 35 في إطار تحديث منظومة الدفاعية الجوية ديالو، مع التأكيد منذ البداية أن الأمر لم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي من الرباط، وبالتالي نحن أمام معطيات إعلامية فقط تحتاج لتمحيص وليس أمام قرار مؤكد. إذا بغينا نفهموا هذا الموضوع بهدوء فعلينا أولا أن نضعه في السياق العام ديالو. المغرب كغيره من الدول يسعى طبعا من تحديث القدرات العسكرية الجوية ديالو بما يواكب تحولات التكنولوجيا في عالم الطيران العسكري الحديث. الحديث هنا لا يتعلق فقط بطائرة معينة بل بمنظومة كاملة كتشمل التدريب والصيانة والتكامل مع باقي الأسلحة الجوية. التقارير اللي تم التداول ديالها كتقول إلى أن المغرب يذكر ضمن الدول اللي ربما تعيد النظر في الاختيارات التسلحية ديالها، يعني في ظل التغيرات الدولية متسارعة وكتنافس يعني بشكل كبير الشركات المصنعة العالمية الروسية الأمريكية. السؤال اللي كيفرض نفسه هنا، لماذا يتم الحديث عن هذا النوع من المقاتلات بالتحديد؟ ولماذا يظهر اسم السوخي 35 في هذا السياق؟ هذه الطائرة بحال اللي كنعرفوا جميع تصنف ضمن المقاتلات المتقدمة متعددة المهام، وكتعتبر من الطائرات اللي كتعتمد عليها روسيا حاليا يعني في تعزيز القوات الجوية ديالها، وهي بطبيعة الحال منافس مباشر لعدد من الطائرات الغربية من نفس الفئة. وبالتالي فإن مجرد ورود اسمها تقارير إعلامية كيفتح باب النقاش حول التوجهات التسلحية المستقبلية. من جهة أخرى علينا أن ننتبه إلى نقطة أساسية، وهي أن سوق السلاح الدولي اليوم لم يعد خاضع فقط لمنطق التحالفات السياسية التقليدية، إنما أصبح كتحكم اعتبارات أخرى متعددة، منها طبعا الكلفة والتكنولوجيا وسهولة التشغيل والاستمرارية في توفير قطع الغيار والتدريب. هذا اللي كيجعل أي دولة بما فيها المغرب أمام خيارات متعددة وليست خيار واحد فقط. التقارير نفسها قالت إلى أن هناك حديث عن تراجع اهتمام بالمغرب، يعني اللي كان محتمل ببعض الطائرات الأمريكية المتطورة في حال F-35 الشابح، مقابل فتح الباب أمام بدائل أخرى. لكن مرة أخرى كل هذا يظل طبعا في إطار التحليلات الإعلامية وليس القرارات الرسمية الاستراتيجية. الآن دعونا ننتقل للتحليل بشكل أعمق. إذا نظرنا للمشهد الدولي الحالي ككل نوجد أن التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق في العالم جعلت الدول تعيد بطبيعة الحال التفكير في الاستراتيجيات الدفاعية ديالها. لم يعد الأمر كيتعلق فقط بشراء السلاح أبدا، إنما ببناء قدرة ردع متكاملة. المغرب بحكم الموقع الجغرافي ديالو والأضواء الإقليمية اللي كيقوم بها يحتاج بالفعل إلى قوة جوية ضخمة قادرة على مواكبة التحديات، سواء على مستوى الدفاع أو لا على مستوى التوازن الاستراتيجي في المنطقة. لكن هل يعني هذا أن التوجه نحو المقاتلة الروسية السوخي 35 أمر محسوم أو لا حتى مرجح؟ هنا يجب أن نكون يعني دقيقين. حتى الآن لا توجد أي معطيات رسمية كتأكد كل هذا الشيء، وكل ما يتم التداول ديالو هو فقط تقارير إعلامية من مصادر متعددة، بعضها جاء من فيتنام وبعضها من روسيا نفسها كما أشير إليه في الأخبار، وهذا الشيء تم التداول ديالو. بالتالي لا يمكن بناء استنتاجات نهائية على أخبار غير مؤكدة. ومع ذلك فإن مجرد تداول هذه المعلومات كيكشف لنا شيء مهم جدا، وهو أن سوق السلاح صبح بالفعل فضاء مفتوح على المنافسة الشديدة بين الشرق بقيادة روسيا والغرب بقيادة أمريكا وفرنسا. لن يعد هناك احتكار لنوع معين من الطائرات أو التكنولوجيا أبدا، بل أصبح القرار الدفاعي كيخضع
الحسابات دقيقة ومعقدة بزاف. السؤال اللي يمكن نطرحوه حنا هنا، هل يمكن أن تعتمد دولة بحال المغرب على تنويع مصادر التسليح ديالها كخيار استراتيجي، أم أن التحالفات التقليدية كتفرض حدود على هذا التنويع؟ يعني كنقصدوا أمريكا. هذا النقاش ماشي جديد، بل هو حاضر في العديد من الدول اللي كتحاول تحقق توازن بين الاستقلالية بالقرار الدفاعي ديالها ومتطلبات الشراكات الدولية. إذا انتقلنا من جانب آخر من التحليل، غنوجدوا أن التطور التكنولوجي في مجال الطيران العسكري طبعا جعل الفوارق من الطائرات ما كتعتمدش فقط على السرعة أو لا السلاح، إنما على منظومة الرادار وأنظمة التشويش الحديثة والمتطورة والقدرة على الاندماج في شبكات قتالية متكاملة. وهذا يعني أن اختيار أي مقاتلة لا يمكن أن يكون قرار تقني فقط أبدا، بل هو قرار استراتيجي طويل المدى. بالمقابل هناك حجج تدعم فكرة تنويع مصادر التسلح. أولا التنويع كيمنح الدولة مرونة أكبر في التفاوض وكيقلل من الاعتماد على طرف واحد. ثانيا المنافسة بين الموردين يمكن تؤدي من تحسين العروض سواء من حيث السعر أو لا حتى التكنولوجيا. ثالثا التنويع ربما يعزز القدرة على التكيف مع الظروف الدولية المتغيرة. لكن في المقابل هناك أيضا حجج مضادة يجب أخذها بعين الاعتبار، أهمها أن إدخال منظومات مختلفة من دول متعددة سواء من روسيا أو أمريكا ربما يخلق تحديات في الصيانة والتدريب والتكامل العملياتي، كما أن بعض الأنظمة العسكرية كتعتمد على بنية تحتية خاصة ربما ما كتوافقش بسهولة مع أنظمة أخرى، وهذا ما يجعل القرار في هذا المجال معقد بزاف. وهنا نصل إلى سؤال مهم بزاف: هل الأولوية في التسلح اليوم هي من التكنولوجيا الحديثة أم التحالفات السياسية؟ وهل يمكن الفصل بين هاد الجوج؟ يعني لأن أي صفقة سلاح في النهاية ليست مجرد عملية تجارية، لا، إنما كتحمل أبعاد سياسية واستراتيجية. وإذا جمعنا كل هذه العناصر يمكننا نفهم أن الحديث عن احتمال اقتناء المغرب للسوخي 35 كيدخل ضمن سياق أوسع من تحالفات سوق السلاح العالمي، وليس مجرد صفقة منفردة أو قرار معزول. هو انعكاس لتوازنات دولية كتغير ولمنافسة كتزاد الحدة ديالها بين كبار مصنعي السلاح في العالم. وفي النهاية يمكننا أن نستنتج أن ما يتم تداوله الآن أو اليوم يجب التعامل معه بحذر شديد، لأننا أمام تقارير إعلامية غير مؤكدة لكنها في الوقت نفسه كتكشف عن ديناميكية مهمة جدا في عالم التسلح. المغرب مثل غيره من الدول العالم كيظل حريص جدا على تطوير القدرات الدفاعية ديالو، لكن أي قرار في هذا المجال كيظل محكوم باعتبارات تقنية واستراتيجية وسياسية معقدة بزاف. وأترك لكم السؤال للنقاش: هل تعتقدون أن تنويع مصادر التسلح هو الخيار الأفضل في عالم اليوم، أم أن الاعتماد على شريك استراتيجي واحد كيضمن الاستقرار أكبر؟ وكيف ترون مستقبل سلاح الجو في المنطقة ديالنا في ظل هذا التنافس العالمي المتسارع؟ شاركوني الآراء ديالكم في التعليقات، لأن النقاش في مثل هذه المواضيع كيساعدنا بالفعل على فهم أعمق لما يجري خلف الأخبار.